يا عم ده دول اكتر. ابراهيم عبد الخالق بره التشكيل خالص، مش معانا. لا مش طايقه. لا انا مش طايقك. لا انت مش هتبلطج عليا، انا اللي بتشتم. خلي بالك الزمالك لما بيخسر بطوله رئيس النادي اللي بيتشتم، خد مني انا. ولما بيكسب بيتشال فيريرا على الاعناق. فانا اخر مره اولا انا كان عندي 4 بطولات. ايوه. دوري، كاس، كونفدراليه، السوبر. مظبوط. ايوه. نبدا بالدوري. هو خد الدوري؟ لا انا اسف. كان في محمد صلاح، كان في حسام حسن، كان في مجموعه كده ورا بعض. مظبوط. هو استلم من الزمالك الاول بفرق 8 بونت، ساب الزمالك وخسر من كل الفرق المنافسه، الاول والثاني والثالث. خسر من الاهلي، الثاني والثالث والرابع، في برج العرب، خسر من انبي، خسر من مقصه، خسر من وادي دجله. تمام. وتحملنا وسكتنا. اللي بعد كده يبقى الدوري حضرتك مش انت اللي جايبه، لا حضرتك كملت، وحضرتك جيت ولاعيبه جامده جت. خلي بالك واللي كان معاهمش لعيبه. والاهلي كان بيخسر برضه، خلي بالك يعني خسر من الاتحاد والمقاولين خسر كذا. ادي واحد. 2 حضرتك تعالى نشوف الكاس. لولا جنش وصد ضربات الجزاء الزمالك ما بياخدش كاس. احنا نضحك على بعضينا. ماتش الاتحاد وماتش الحرس. بالظبط، برافو عليك. قصدي سموحه، سوري. سموحه وحرس وسموحه، صح، 3 ماتشات. مظبوط الكلام ده. ضربات جزاء. يبقى حضرتك مالكش فض في الكاس. شكرا، اتفضل. تعالى بقى الكونفدراليه. بس خلي بالك برضه عشان ما ناكلش حق الراجل كسب الاهلي في النهائي 2-0. لا مش هو اللي كسب 2-0. امال مين؟ هقول لك بعدين مين دلوقتي. اقسم بالله العظيم ما هو. هقول لك دلوقتي مين. يعني اصبر عليا. ماشي. يعني خلي السؤال ده دلوقتي كده، او التحفظ ده دلوقتي. ماشي. تعالى بقى الكونفدراليه. مين اللي وصل للنهائي ويكسب الكاس في الاخر؟ النجم. اورلاندو. النجم الساحلي. اورلاندو. طب ما انا كسبان اورلاندو رايح جاي، وكسبان النجم الساحلي انا ب 10 يبقى 3-0. يعني لو انا كنت كملت كنت خدت البطوله. تمام. نفس التشكيل اللي زفت الطين اللي عمله والعند بتاعه شايلني 5 هناك. الزمالك ما دقش ال5 ده من سنين. خلي بالك. تقول لي طب ما هو كسب 3 هنا. لا ده بقى اجابه سؤالك. قلت له اطلع بره من فضلك بعد ماتش الاهلي. خلاص. ومسكت الولاد قلت لهم انتوا عندكم ماتش الاهلي بعد بكره اللي هو الثاني اللي كسبنا فيه بتاع الكاس. قلت لهم بصوا بقى شرفكم الرياضي، اسمكم انتوا وسمعتكم واسم الفانيلا اللي انتوا بتدافعوا عنها. شوفوا بقى انت، انا مش هقول لك انت في معركه، ده فريق منافس، دي مش معركه، لكن شرفك انت بعد ما اتغلبت في برج العرب خلاص ورينا انك انت اتغلبت صدفه. اقسم بالله ما قعد مع العيال، والله العظيم ما قعد معاهم. خلاص. وهيصل اسماعيل وحماس. تمام. جينا النجم الساحلي اللي قال جاي منهار 5، قعدت معاهم برضه قبلها بيوم، وهتلاقيه على فكره ده متسجل الفيديو ونزل. ايوه. قلت لهم بصوا انسوا ان كان في ماتش هناك. ما انا جبنا الحاجات دي قبل كده. الاتحاد الافريقي قال هو ماتش واحد وتغلب 4. العيال عشان رجاله هم اللي كسبوا 3، مش المدرب الفاشل. طيب. خلاص. عشان الجمهور عمال يقول لي ايه شويه جماهير لا خليه استقرار. لا استقرار ما عملش حاجه. طيب استاذ الماتش اللي فات ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده احنا قلناه الفتره اللي فاتت وظهر الماتش اللي فات. محمد ابراهيم جاهز؟ اسف. محمد ابراهيم من البرتغال لسه مش جاهز بقاله فتره مصاب مش كمان. جاهز يا فندم. احنا كلنا يعني اتفاجئنا ان ايمن حفني قاعد. حتى الطريقه برضو امام الاهلي كانت 3 فين. اتفضل. ادي 1. 2 شريف علاء. هو محمد عادل جمعه مش ده لعب ماتش النجم الساحلي وده انه رايح جاي كده لوحده، وماتش الاهلي بتاع 2 وده انه رايح كده ولد ما شاء الله. خلاص. حضرتك معاده ليه؟ ده جاي من المنتخب الاولمبي جاهز. ده جاي من عند بس معلش يا استاذ مرتضى حضرتك الكلام انت بتقوله كرئيس نادي الزمالك ماشي، بس كل الامور دي امور فنيه برضه للمدير الفني يا فندم. ما هو مش امور فنيه، ما هو مش محتل النادي. يعني اسيبه يخرف، اسيبه يخرب، اسيبه فاكر هي عزبه. لا يا بيه انا اسف. فانا يوم الماتش قلت له الكلام ده مش هيمشي. فين ايمن حفني؟ قال لي بيتعاقب.